السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع جديد. نحن كقناة لوركا نحبكم في الله. اليوم الموضوع ديالنا هو موضوع أزمة الكراء في إسبانيا، وبالضبط في منطقة مورسيا اللي هي الناس يا صاحبي ما لقاوش فين يسكنوا، وحتى إلا سكنوا في ديور ما تيبغيوش هذوك الديور، لحقاش هذوك الديور فيهم سراق الزيت، فيهم الفيران، فيهم الصداعات، فيهم ناس خايبين، مداحسة، تقوليبة. يعني الإنسان تيبحث على شي حاجة اللي هي مزيانة، والأكثرية تيبحثوا على دار مستقلة، ولكن الدار مستقلة ما كايناش. فالناس اللي بغاو يديروا التجمع فاميليال، يعني التجمع الأسري، باش يجيبوا وليداتهم، ما لقاوش الديور يا عباد الله، والديور غاليين. يعني هاد الأزمة كاينة حاليا تعاني منها المهاجر الإسباني. واللي زادها هو الخطاب ديال بيدرو سانشيز اللي هبط للكحلين موريتانيا والسنغال وغادي يدور باش يجيب تاني ناس لهنا، بغا يجيبهم تاني. قال لك انا خاصنا الناس اللي يخدموا، ولكن فين غيسكنوا؟ ها هما الناس عندك هنايا اكثر شي 500,000 واحد اللي بدون اوراق. سوي ليه الاوراق باش دير ليه هاد الدراسه فاميليا اللي تيديروا دابا وتيخسروا فيها الفلوس. وكاين اللي تيدير مشكل فين هي الكونطرا حتى باش يبدل، راه واصله ل 3000 اورو باش يبدل. مشكل هذه وهاد السياسه ديال اسبانيا بالنسبه للمهاجرين ما عرفتش انا فين غاديه. السياسه في القطاعات الاخرى، الصحه، التعليم، كذا كلشي مزيان، كلشي غادي بخير، ولكن حتى السياسه ديال المهاجرين مازال ما كاينش واحد الاندماج، وما كاينش واحد النظام، كاين واحد البلباله كما قلنا دابا. يلا فين الناس فين غيسكنوا؟ ونتمنى باش يكون شي حل، خاص يديروا شي حل. الله يعاونكم.